عندش حد غيرك. مين ده اللي كنت بتكلميه؟ ده مدير المكتب. صحيح عاوز نفترق؟ مش انت اللي بتكلمي رجاله بالتليفونات وتاخديهم من الجناين؟ خدعتيني مرة واحدة بس. لا انا مش هعمل حاجه زي كده ابدا. تخرج عن الادب وعن اللياقه وعن... ما بقتش قادر اصبر. لو تعرف قد ايه بحبك. فيلم حبيبتي من أجمل وأروع الأفلام الرومانسية اللي ممكن أن تشوفوها بتاريخ الأفلام الدرامية والرومانسي. فيلم من بطولة محمود ياسين وفاتن حمامة. بتدور أحداث الفيلم عن شاب مهاجر وشابة مهاجرة من مصر إلى لبنان، وبيتم تصوير الفيلم بالكامل بين لبنان وسوريا. وبيحكي الفيلم عن مجدي اللي بنشوفه بغرفته وعم بيودع آخر فنجان قهوة وآخر سيجارة بحكم فقره أكيد، وبنشوفه ماشي بالطرقات وهو حيران ومحتار من وين بده يأمن مصروف يومه. طبعا مجدي وحيد بهالبلد وما في عنده لا صديق ولا صاحب، ورفيقه الوحيد دينه مجدي 300 ليرة ومن وقتها ما عاد شافه. المهم بعد ما مل من المشي بالطرقات بنشوفه داخل على الحديقة، وهي المكان الوحيد يلي ما في داعي انه يكون معه مصاري حتى يدخل عليه. وبالحديقة بيشوف سامية وبيعجب فيها وبيصير بيمشي وراها طبعا وهي ملاحظة هالشي، بس بتدخل على مطعم، وللأسف المطعم من ضمن الأماكن الكتيرة يلي ما بيقدر مجدي إنه يدخل عليها بحكم إفلاسه أكيد. وبيرجع ثاني نهار على الحديقة وبيشوفها وبيقرر إنه يحكيها، وبالفعل بيحكيها وبيطلب إنه يقعد معها وبتوافق، وبيسألها عن الكتاب اللي عم تقرأ فيه وبتقول له كتاب قصص، وبيطلب منها إنه يلقي نظرة على الكتاب وبتعطيه الكتاب وبيطلع كتاب شعر وبيقولها هذا كتاب شعر وأنت قلتي لي إنه قصص. بيصير يسألها عن اسمها وعمرها وبتجاوبه إنه اسمها سامية وعمرها 19 سنة وعايشة مع أمها وأبوها، وإنه هي حدا مدلل كتير بالبيت. وبتسأله عن عمره وبيقلها 29. وبعد شوي بنشوف سامية عم تقول له طب حزير أنا شو عمري، وهون بيستغرب. من شوي خبرته عن عمرها وبيقلها 19 وبتقول له لا. وهون بيعرف ونحن بنعرف انه سامي بتكذب كتير، وبتنسى حتى انها عم تكذب وانه هي حدا شخص متناقض لابعد الحدود. بيجي تاني نهار وبتكون سامية وعدا مجدي كمان بالحديقة، ولما بيوصل مجدي بيشوفها عم تحكي مع شاب، وهون بيغار وبيسألها على الشاب يلي كانت عم تحكي معه، وبتقول له واحد كان بده يتعرف وقلت له انه خطيبي وراح. وبيقولها ليش بعده واقف اذا هيك، وبيتهمها انه هي لعوب وكذابة، وبتصير بتبكي وبيصالحها. وثاني نهار بنشوف مع الكورنيش وبيطلب مجدي انه تروح معه على البيت حتى يشربوا شاي، وبترفض سامية بالاول وبيقولها مجدي انه لا تخافي مني وانت بتعرفي انه ما في زلمه بيقدر ياخذ شيء من بنت الا برضاها، وبتقتنع وبتروح معه. وبنشوف مساوي بالبيت وبصير مجدي يورجيها رسوماته، وهون بنعرف انه كل همه هو ان يشبع رغباته في الوقت اللي منتهى مراد سامية هو الحب. وبتدور احداث كثيره بين سامية ومجدي من فراق ولقاء وحب ورغبه، لكن بالنهاية بتنتهي الرغبة داخل مجدي وما بيصفي مكان جواته إلا للحب. بس بيضل الشك والغيرة سمة من سماته، وبتضل سامية متملكها شعور الخوف من بكرة والخوف من ضياع مجدي منها. وبنهاية الفيلم بتتعرض سامية لحادث، وسبب الحادث هو لهفتها وشوقها للقاء مجدي من بعد بعد استمر لأيام. وبتشوف سامية بالمشفى ومجدي جنبها، ومحابس رباط الهوى بتزين أصابعهم. لكن مع الأسف بتخلص قصة مجدي وسامية بمفارقة سامية الحياة، وبقاء مجدي وحيد على كرسي الحديقة، حديقة أول لقاء الاثنين جمعتهم غربة وطن وفرقهم حكم الأدب.